بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المصطفى الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معكم أخوكم محمد مدرب تعليم السياقة. في هذا الفيديو إن شاء الله بحول الله غادي نطرقوا لشرح السلسلات ديال رخصة السياقة من صنف جيم أو لا بيرمي سي، اللي هو البيرمي ديال الشاحنة أو كيف ما كنقولوا الكاميو. إذن مجموع السلسلات ديال رخصة السياقة ديال الشاحنة كيتكون من 10 ديال السلسلات، كل سلسلة فيها 12 سؤال. إذن غنقوم بالشرح ديالهم شرح مفصل ودقيق، كنتمنى ينال الإعجاب ديالكم. إذن إلا كنتي مهتم باجتياز رخصة السياقة ديال الكاميو كنتمنى منك تبعنا لآخر الفيديو، وإلا كنتي أول مرة كتشاهد القناة كنتمنى منك تدعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل الزر ديال الجرس باش دائما يوصلك الجديد. ولا كنتم من اوفياء القناه ما تبخلوش عليا بالضغط على زر لايك. ودائما انا في انتظار الاسئله ديالكم والاستفسارات ديالكم، سواء في التعليقات اسفل الفيديو او لا في المجموعات ديال الواتساب الخاصين بالشرح. غادي نخلي لكم الروابط ديالهم في صندوق الوصف اسفل الفيديو. اذا بسم الله على بركه الله نبداو شرح السلسله رقم 8. سؤال رقم 1: كينصحوا بعد ساعتين من القيادة المتواصلة باش تاخذ قسط من الراحة ما يقلش على 10 دقائق. جواب رقم 1. 15 دقيقة. جواب رقم 2. نص ساعة. جواب رقم 3. إذا بالنسبة للقيادة العقلانية والقيادة اللي تجنب السائق من عدة حوادث في الطريق ولا قدر الله تكون مميتة، هي واجب عليه يرتاح كل ساعتين ديال السياقة. يعني كل ساعتين ديال السياقة متواصلة واجب على السائق ياخذ قسط من الراحة باش يوجد الساعتين الماجية ديال السياقة. هاد المدة ديال الاستراحة كتقدر في 15 دقيقة. جواب رقم 2. سؤال رقم 3: قبل الانطلاق عند القيام بالمراقبة من الواجب علي نوضع زر مقياس الزمن والسرعة على الرمز رقم 1، رقم 2، رقم 3. هنا كيف ما كنشوف هاد الرموز هادي كتبين يعني المسائل اللي كيقوم بها السائق، منها انطلاق، تفريغ، الراحة. يعني هاد الرموز هادي كل رمز وشنو كيعني. كنشوف بان هاد الرموز هادي كتعني السائق رقم 1، وهاد الرموز هادي كتعني السائق رقم 2. يعني مثال ملي كيكون السائق رقم 2 يعني اثناء الراحة، يعني ما كيسوقش الشاحنة في ديك الحالة هذيك، خاصو يوضع هاد الزر ديالو هذا على هاد الرمز هذا. هاد الرمز هذا كيعني وقت الاستعداد للعمل، يعني كيضم وقت الانتظار والوقت اللي كيتزوز السائق الثاني، الوقت اللي كيدوزو السائق الثاني جنب السائق الاول او لا على الفراش ديال الراحه. اما بالنسبه للسائق الاول هاد الرمز هادو شنو كيعنيو؟ كيف ما قلنا هاد الرمز هذا كيعني وقت الاستعداد، فهذا الرمز هذا كيعني وقت ديال العمل. والوقت ديال العمل من غير الوقت ديال السياقه هو الوقت المخصص للشحن، للتفريغ او التزود بالوقود او المراقبه قبل الانطلاق. يعني خاصك تدوز هذا الرمز، هذه الاشاره هذه قبل هذا الرمز هذا في هذه المسائل اللي انا ذكرتها. هذا الرمز هذا التالي كيعني وقت الراحه او التوقف، وقت الراحه او التوقف، وهو الوقت ديال الانقطاع عن السياقه، يعني الوقت اللي ما كيكونش فيها السائق كيسوق. بالنسبه للرمز هذا رقم 2 فهو كيعني وقت السياقه، وهذا وقت السياقه هذا الرمز هذا كيكون غير في العربات القديمه. اما بالنسبه للعربات الجديده فوقت السياقه كيتقيد اوتوماتيكيا، مجرد السائق كيبغي يسوق كيدوز هذا الرمز هذا اوتوماتيكيا كتبقى كتسجل له وقت السياقه ديالو. وهذه الاشارات هذه كنلقاها مدونه في مقياس الزمن والسرعه. اذا هنا قال لي في السؤال قبل الانطلاق عند القيام بالمراقبه، يعني كنقوم انا بالمراقبه ديالي. يعني شنو خاصني نوضع الزر اللي خاصني نديرو في اين رمز؟
إذا كيف ما ذكرنا الرمز رقم 1 هو اللي كيعني وقت العمل، وهو اللي كيعني الوقت المخصص للشحن والتفريغ والتزود بالوقود والمراقبة قبل الانطلاق. إذا كما ذكرنا المراقبة هو الجواب رقم 1. السؤال رقم 3: حالة مصفاة الهواء كتأثر على استهلاك الوقود. نعم الجواب رقم 1، لا الجواب رقم 2. إذن بطبيعة الحال حالة مصفاة الهواء عندها علاقة باستهلاك الوقود. يعني إذا كانت مصفاة الهواء موسخة، يعني ما كتصفيناش الريح بواحد الطريقة اللي هي مزيانة، هذه هي مصفاة الهواء. إلا كانت ما كتصفيناش الريح بواحد الطريقة مزيانة، يعني الريح كيدخل موسخ للمحرك، يعني الريح كيدخل مغبر. وملي كيدخل الريح مغبر للمحرك يعني كيكون احتراق غير كامل، يعني ما كنستافدش من ديك الاحتراق اللي كيولد المحرك. يعني الخليط اللي كيكون في قلب المحرك كيكون مكون من الوقود والهواء، يعني هو اللي كيساعدنا على الاحتراق. يعني الا كان الهواء موسخ يعني كيكون احتراق غير كامل، يعني كنكونسومي الغازوال بزاف. اذا من ضمن المسائل اللي كتزيد ليه استهلاك وقود هي حاله مصفاة الهواء. يعني في هذه الحاله الجواب الصحيح هو رقم 1. السؤال رقم 4: المعاينه الوديه اللي كيملؤها سائق عربة نقل البضائع ماشي هي نفسها اللي كيملأها صاحب السيارة. نعم الجواب رقم 1، لا الجواب رقم 2. إذن هذا سؤال بسيط لا مجال للتعمق فيه. إذا لاحظت مزيان هنا في هاد الرموز اللي كاينين في المعاينة الودية، لاحظ هنايا كاينة دراجة، كاينة عربة، كاينة شاحنة من الوزن الكبير. إذن هي معاينة وحدها نفسها، ما كاينش اختلاف بيناتهم. يعني سواء دراجة او لا سياره صغيره او لا كاميو او لا كار او لا رموك، فهم عندهم نفس المعاينه الوديه. اذا في هذه الحاله الجواب الصحيح هو رقم 2. السؤال رقم 5: الحموضه القصوى اللي يمكن يتحملها المحور هي 19 طن الجواب رقم 1، 26 طن الجواب رقم 2، 32 طن الجواب رقم 3. إذن في الحصة ديال الدروس كنا كنتكلموا على الوزن الأقصى المرخص به بالنسبة لكل شاحنة، والوزن كيتغير على حسب عدد ديال المحاور. يعني إلا كانت عربة منفردة عندها 2 ديال المحاور فالوزن الأقصى المرخص به هو 19 طن. إلا كانت عربة عندها 3 ديال المحاور فالوزن الأقصى المرخص به هو 26 طن. وإلا كانت عربة عندها أكثر من 3 ديال المحاور يعني 4 أو 5 المحاور فالوزن الأقصى المرخص به هو 38 طن. إذن الوزن كيتغير على حسب عدد ديال المحاور. وبالنسبة للشاحنة صغيرة عندها 2 ديال المحاور، المحور هو هذا اللي كيربط ما بين 2 ديال العجلات. المحور الأكثر حمولة هو المحور اللوراني، يعني المحور هذا هو اللي كيهز الثقل. إذن الوزن الأقصى المرخص له بالنسبة لهذه الحالة هذه فهو 19 طن اللي هو الإجابة رقم 1. السؤال رقم 6: الضوء ديال النجدة كيمكن يعوض مثلث التنبيه. نعم الجواب رقم 1، لا الجواب رقم 2. في حالة وقوع عطب الشاحنة ديالي واجب عليا نزير أقصى اليمين، أقصى مسافة ممكنة يمكن نزيرها باش ما نعرقلش حركة السير. كندير السينيالات ب4 وكنوضع مثلث تنبيه. إلا كانت رؤية واضحة والطريق مسرحة على بعد 30 متر، إلا كانت رؤية ما واضحاش على بعد 100 متر. إلا كنت أنا في المنعرج كنوضع مثلث تنبيه قبل المنعرج اللي أنا فيه. ومثلث التنبيه شي حاجة اللي هي إجبارية في الشاحنة ديالي، ما كايناش شي حاجة اللي هي كتعوض. إذن الضوء ديال النجدة راه ما كيعوضش، بالعكس كيكمل الدور ديال مثلث ديال التنبيه، يعني كيعلم السائقين الاخرين بان الشاحنه راها في حاله عطب. اذا الضوء ديال النجدة كيعوض، لا الجواب رقم 2. السؤال رقم 7: ملي كتقوم بتحميل او تفريغ الشاحنه ديالك من الواجب عليك توضع زر مقياس الزمن والسرعه
على الرمز رقم 1 رقم 2 أو لا رقم 3. إذا بالنسبة لهاد الرموز نعاود نفسر كل رمز شنو كيعني. هذا الرمز رقم 1 كيعني وقت السياقة، يعني الوقت اللي كيكون فيه السائق كيسوق. وهذا الرمز هذا كيف ما ذكرت ما بقاش في العربات او ما بقاش في الشاحنات الجداد، كان غير في الشاحنات القدام. دابا وقت السياقه كيتقيد اوتوماتيكيا في العربه، يعني مجرد كتقلع العربه كيبقى يتقيد وقت السياقه على مقياس الزمن والسرعه. بالنسبه للرمز رقم 2 فهو كيعني وقت الراحه او وقت التوقف، يعني الوقت ديال انقطاع عن السياقه، الوقت اللي كيكون فيه السائق ما كيسوقش. يعني ملي كندوز انا الزر قبل هذا الرمز هذا كيتسجل على مقياس الزمن والسرعه ان هذا الرمز هذا كيتسجل تماك، يعني السائق في هذه الحاله راه ما كيسوقش. ملي كنجيو للرمز رقم 3 فهو كيعني وقت العمل. وشو معنى وقت العمل؟ هو الوقت المخصص للشحن او التفريغ، يعني ملي كنكون كنهز الحموله او لا كنخوي الحموله او لا في البومبه كندير المازوت او لا كنكون كنراقب العربه ديالي. اذا قال لي في السؤال ملي كنقوم بتحميل او تفريغ الشاحنه اذا خصني ندوز قبالة الرمز رقم 3، يعني هذا وقت ديال العمل. السؤال رقم 8 قبل الانطلاق من الواجب علينا نتاكد من الحاله ديال العجلات، الجواب رقم 1، الضغط ديال العجلات، الجواب رقم 2، عدم وجود اشياء عالقه بالعجلات، الجواب رقم 3، بنية العجلات، الجواب رقم 4. إذا ملي كنشوف هنا في السؤال الاختيارات ب4 بهم عندهم علاقة بالعجلات. بنية ديال العجلات ماشي حتى لدابا غنراقبها قبل الانطلاق، راه ملي كنكون غنجي نركب العجلات ديالي ملي كيوقع لي شي عطا في العجلة خاصني نحافظ على بنية ديال العجلة، يعني التقدى ديال العجلة، الحجم ديال العجلة. إذا خاص يكونوا العجلات كاملين نفس البنية. إذا ماشي عاد قبل الانطلاق أنا عاد غنراقب البنية ديال العجلات. إذا بنية العجل شي حاجة اللي هي يعني متجاوز عنها، ضروري خاص العجلات كاملين يكونوا نفس البنية. إذا قبل الانطلاق الحوايج اللي هما ضروريين خصني نراقب الحالة ديال العجلات، يعني العجلة ديالي واش مزيانين، واش كاين شي عجلة مفشوشة أو شي عجلة شوية يعني بدات كتعيا. كنراقب الضغط ديال العجلات، واش العجلات المنفوخين مزيان، يعني الضغط القانوني المصابيح، وعدم وجود أشياء عالقة ما بين العجلات، يعني تكون شي حجرة مثال هنا عالقة ما بين العجلات بجوج بهم. إذا هنا الأجوبة الصحاح هما رقم 1 و2 و3. سؤال رقم 9 كتقلص الرؤية بسبب الحالة ديال الطقس، رقم 1، ملصقات الواقية الأمامية، الجواب رقم 2. الرؤية ديال السائق للطريق كيأثر عليها 3 ديال الأشياء. أول حاجة نظافة الواقية الأمامية، يعني كل ما كانت الواقية الأمامية يعني شويه مغبره او لا موسخه او عليها شويه ديال التراب، يعني كل ما كتضعف الرؤيه بالنسبه للسائق. بالاضافه للحاله ديال الطقس شي حاجه اللي هي باينه، يعني كل ما كتسوء الاحوال الجويه، يعني عندي الضبابه او الشتاء او الثلج، الا كتاثر لي على الرؤيه، يعني كتنقص الرؤيه ديال السائق. بالاضافه للملصقات الجانبيه اللي كتكون على الباربليس. اذا الجواب في هذه الحاله كتقلص الرؤيه بسبب الحالة ديال الطقس، الجواب رقم 1، بالإضافة للملصقات اللي كتكون على الواقية الأمامية. إذا الاختيارات بجوج بهم صحاح. السؤال رقم 10 عند وقوع عطب الحصار الرئيسي يمكن للسائق يوقف العربة باستعمال حصار الإغاثة، الجواب رقم 1، حصار التوقف، الجواب رقم 2، حصار المحرك، الجواب رقم 3. هنا في السؤال قال لي عند وقوع عطب الحصار الرئيسي، يعني الفران الرئيسي وقع لي عطب، شنو يمكن السائق يدير باش يوقف العربة ديالو؟ إذا إمكانية من استعمال حصار الإغاثة اللي هو الجواب رقم 1. وحصار الإغاثة أو الحصار الاحتياطي الوظيفة ديالو هو كنستعملوه عند وقوع عطب الحصار الرئيسي،
وحسب النوع ديال العربات يمكن يكون الحصار الرئيسي عنده نفس المقباض ديال حصار الإغاثة، يعني عندهم نفس المقباض، وكنستعملوه يعني بالضغط على دواسة ديال الفرامل. يعني ملي كيوقع لك مشكل الحصار الرئيسي ما كيبقاش يفراني، يعني يمكن يكون الحصار ديال الإغاثة هو نفسه المقباض ديال الحصار الرئيسي، ويمكن يكون مختلفين على حسب النوع ديال العربات. حصار التوقف، حصار التوقف كيمكن ابقاء العربه واقفه في عقبه او منحدر اللي كتجاوز النسبه ديالو 12% او حتى 18%، والمقباض ديال حصار التوقف كيكون منفرد على الجهاز ديال الحصار الرئيسي. هذا كنوقفوه كنستعملوه ملي كنكونوا في العقبه او لا في الحدوره، كيساعدنا باش كيوقف لنا العربه ديالنا. ولكن عنده وقوع عطب الحصار الرئيسي حتى هو غيساعدني باش نوقف العربه ديالي. اذا حتى الاختيار التالي فهو صحيح. حصار المحرك او معنى مخفض السرعه، يعني هو اللي كينقص لنا من السرعه يعني تلقائيا مع المحرك، كنقولوا اما مخفض السرعه او لا حصار المحرك. مخفض السرعه الدور ديالو هو المحافظه على السرعه ديال العربه كيف ما قلت ما بين 30 و 40 كم في الساعه في منحدر، يعني كينقص لنا من السرعه ديال الشاحنه ديالي دون الضغط على الحصار الرئيسي. وتوا في هذه الحاله غادي نستعملوه في حاله وقوع عطب الحصار الرئيسي. اذا ملي غيوقع لي عطب في الحصار الرئيسي كنستعمل هاد الحصارات هادو بثلاثه بهم باش نحاول نوقف الشاحنه ديالي، يعني اختيارات بثلاثه بهم صحاح. السؤال رقم 11: في منحدر والتقليص من خطر السخونه ديال الفرامل يمكن للسائق يستعمل زياده على الكابح الرئيسي. مخفض السرعه الجواب رقم 1، أضواء نجدة الجواب رقم 2، مهوات الجواب رقم 3. إذن في منحدر للتقليص من السرعة ديال الشاحنة، وبالأخص أن الشاحنة كتكون محملة بواحد الوزن اللي هو كبير، إلا استعملتي الفرامل الرئيسية كتأدي للسخونة ديالها دغيا كيسخنوا الفرامل الرئيسيه. اذا لتفادي السخونه ديال الفرامل والحفاظ على السرعه ديال الشحنه ديالي في منحدر واجب نستعمل مخفض السرعه. الدور ديال مخفض السرعه هو المحافظه على سرعه العربه ما بين 30 كم في الساعه حتى 40 كم في الساعه في واحد المنحدر اللي هو النسبه ديالو 8%، يعني بلا ما تستعمل الفرامل الرئيسيه، كينقص من السرعه ديال الشاحنه دون توقف ديال العربه، يعني كينقص لك من السرعه ديال العربه بلا ما كيوقفها. اذا هنا الجواب الصحيح هو رقم 1 مخفض السرعه. السؤال رقم 12: باش نتجنب نشر الدخان بكثافه من الواجب السياقه بدوران محرك اكبر، الجواب رقم 1، السياقه بدوران محرك اقل، الجواب رقم 2، مراقبة وصيانة المحرك، الجواب رقم 3. أنا في السؤال قال لي باش نتجنب نشر الدخان، يعني باش ما يكونش عندي الدخان كيخرج بزاف من العديم، شنو خصني ندير؟ راه السياقة بدوران المحرك أقل أو لا السياقة بدوران المحرك أكثر لا علاقة ليه بنشر الدخان. يعني إلا كنت غادي بالشاحنة ديالي وعندي الدخان كيخرج بزاف من الشاقمة أو من العديم، ضروري باش نقوم مراقبة وصيانة المحرك، يعني الجواب رقم 3. أما أنا خصني المحافظة على دوران محرك معتدل على حسب المؤشر اللي كيكون في الطابلو ديالي. دائما ديك الإبرة اللي كتكون في عدد دوران المحرك خاصها تكون في المنطقة الخضراء باش ما يكونش عندي استهلاك الوقود زايد. إذا في هذه الحالة الجواب الصحيح هو رقم 3.